دي برتقانة أنا عايزاها وإنتي كمان عايزاها. سؤال بسيط، نحل الخلاف ده إزاي؟ خلي بالك الإجابة دي ممكن تغير مش بس طريقة تعاملك مع الناس لكن مع نفسك كمان. أنا رحاب أسامة وبرحب بيكم في حلقة جديدة من دير تو دير. قبل ما نكمل فكري في نقطة خلاف بتمر بيها دلوقتي في الشغل أو البيت. إيه الاختيارات اللي عندك؟ نتجنب الخلاف ونعمل نفسنا مش شايفين البرتقانة، النتيجة لا أنا خدتها ولا أنت خدتيها. أستسلم وأتنازل عن البرتقانة رغم إني محتاجاها، أو أفرض رأيي بأي وسيلة بسبب قوتي، منصبي، ظروفي وآخد البرتقانة. سواء استسلم أو فرضت رأيي، النتيجة دايما هتكون واحدة بس فينا اللي كسبت. هتقولي لي نقسمها، انا نص وانتي نص، النتيجه دي تبان تعادل، احنا كده متساويين. بس الحقيقه مش كده، وده بياخدنا لفكره مهمه قوي، equality versus equity، المساواه مقابل الانصاف. وانا هنا مش بتكلم عن الحقوق، أنا بتكلم عن الاحتياجات. المساواة هنا كلنا ناخد نفس الحاجة رغم إن احتياجاتنا مختلفة. one size fits all. الإنصاف إن كل واحد ياخد اللي محتاجه فعلا، وده بياخدنا لآخر وأقوى اختيار، إننا نتحاور ونسأل ونفهم الاحتياج الحقيقي. ليه عايزة البرتقال؟ ليه دلوقتي؟ عايزاها كلها ولا جزء منها؟ ونفكر مع بعض بره الصندوق، هل في بديل تاني أفضل لحد فينا؟ لو اكتشفنا إن أنا محتاجة قشر البرتقانة وإنتي محتاجة العصير، النتيجة هنا مش تعادل، النتيجة هنا مكسب لينا احنا الاتنين. طيب ايه رأيك لو قلتلك ان الخلاف ده مش بيحصل بس بينك وبين حد تاني، الخلاف ده بيحصل جواكي. مفيش حد واقف قدامك بيشد البرتقانة، انت اللي بتتخانقي مع نفسك. فكري في حاجة انت عايزة تعمليها مش قادرة تبدأي او تكملي فيها، جيم، مشروع، مذاكرة، خطوة شغل، اللي يجي على بالك. هتلاقي صوتين جواكي، عايزة اروح الجيم، لا مفيش وقت، عندي وقت النهاردة بس الجو ساقع، هبدأ تحدي بجد المرة دي، ما تتعبيش نفسك، مفيش فايدة. الصوت ده مش كسل، ده خوف، خوف من التغيير، من المجهول، من انك تكسري الروتين. ليه؟ لان الروتين بالنسبة لجسمك بيمثل الامان. هقولك على تمرين صغير، هاتي ورقة وقلم واكتبي لو عدى سنة وسبت نفسي للأفكار دي وما خدتش الخطوة دي، ما عملتش التغيير، ما رحتش الجيم، ايه اللي هيحصل؟ وفي نفس الورقة اكتبي عدى سنة، احنا دلوقتي في يناير 2027 وعملت التغيير والرياضة بقت جزء من حياتي، ايه اللي اتغير؟ خدي وقتك وتخيلي نفسك هناك بجد، انت حققتي ده، طاقتك، نفسيتك، شكلك، بتقولي ايه، احساسك. خلي الورقة دي دايما معاكي، تفكرك، تطمنك وتشجعك. اللي انت عملتيه دلوقتي انك شفتي الخوف ممكن يوديكي لفين، التغيير ممكن يوديكي لفين، وفهمتي ان الافكار دي هدفها توقفك. ايوه هدفها توقفك، مش لانها ضدك لكن لان جسمك خايف وبيحاول يحميكي. بس الحقيقة اننا لو سيبنا الخوف يسوق هيوقفنا، ولو ضغطنا عليه هيعاند اكتر. وعشان كده الخوف علشان ما يكبرش محتاج مننا نطمنه من مكان وضوح ومن مكان ثقة ومن ارتباط قوي بقيمة اللي انت عايزة تعمليه، ليه مهم عندك وليه دلوقتي. كل مرة افكارك تحاول توقفك افتكري انت مش محتاجة تهربي ولا تستسلمي ولا تفرضي التغيير بالقوة، انت محتاجة تحاوري نفسك من مكان حب ووعي وتفهم، وبخطوة مناسبة ليكي انتي، خطوة صغيرة هتقدري تعملي تغيير حقيقي، لان خطوة صغيرة احسن من فكرة كبيرة ما بدأتش. لو الفيديو ده فادك او حسيتي ان ممكن يفيد حد، شاركيه معاه، يمكن يكون دعم في رحلته.